السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده في بداية الفيديو كده صلوا على النبي واذكروا ربنا كده سبحانه وتعالى، اذكروا الله وادعوا لاخواننا في فلسطين وغزة بالنصر، وادعوا لابويا بالرحمة والمغفرة، وصلوا على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هنعمل النهارده الكاليزوني. معانا هنا حوالي كيلو دقيق، معانا معلقة كبيرة من الخميرة يعني بما يعادل كيس كبير من الخميرة، كيس بحاله. هناخد معلقة دقيق ومعلقة سكر وكيس الخميرة في كوباية مية دافية، معلقة دقيق وكيس الخميرة كله ومعلقة سكر، ونسيبهم على جنب نختبر الخميرة الأول. معانا كيس لبن بودر. في بداية الفيديو كمان يا حبايبي لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك يا عسل، وحطوا لايك وقولوا لنا رأيكم في وصفة الكاليزوني. الكاليزوني ده بحشوة الفراخ العسل. وحطينا كيس لبن البودر في قلب الدقيق وشوية زيت ورشة ملح صغيرة، يعني بسم الله ما شاء الله، حبة زيت حوالي معلقتين زيت ورشة ملح بين ايدينا كده، حبة ملح صغيرين خالص في الدقيق. هنسيب الخميرة على جنب بنختبرها لما تيجي تعملوا الخميرة. اختبروها عشان ممكن تكون الخميرة معانا مش شغالة. تمام، ورشة ملح صغيرة كده. وهنقلب الزيت مع الملح مع اللبن البودرة، كيس لبن بودرة بحاله. احنا هنا حبايبي حطينا كيس لبن البودرة بحاله زي ما قلت لكم، رشة ملح، وحطينا الخميرة بقى بعد كده اهيت. وهنقلب كله مع بعضه، وهنعجن بمية دافية، مية تكون دافية عشان المية السخنة هتبطل مفعول الخميرة. تمام. خدنا في الوصفة ايه يا حبايبي؟ خدنا في الوصفة كوباية مية. خدنا حوالي كوبايتين مية، كوباية خدناها في الخميرة وكوباية تانية دافية عجنا بيها. تمام. تمام. صلوا على النبي كده واعملوا لايك، ونعجن العجينة كده زي ما انتم شايفين. اهم حاجة يا حبايب قلب العجينة نعجن فيها. بصوا المعجنات دي ادوها عجين حلو، تطلع معاكم العجينة كده جميلة، ملمسها جميل. انا هنا مش هعجن هنا في قلب الطاجن كده، هشيله من الطاجن واعجن على الرخامة. هروح واجي فيها على الرخامة كده لحد ما تبقى العجينة قوامها ما يلزقش في ايديا. هتشوفوا معايا دلوقتي يا حبايب. بصوا انا هنا فضيت العجينة على الرخامة وهعجن فيها عجنة حلوة لحد القوام ما يسيب ايديا. بصوا العجينة تبقى ملمسها حلو وما تلزقش. بصوا كده العجينة عاملة ازاي. حطها في الطاجن كده واغطي عليها واسيبها على جنب تختمر. تمام. تعالوا بقى هنا للخضار والفراخ الشاورما. هنعملها ازاي بقى يا حبيب قلبي؟ هنعصج الفراخ ازاي؟ معانا هنا ملح وكمون وشطه وفلفل اسود وبابريكا وكركم، كل حاجه نص معلقه. والفراخ قطعناها مكعبات، حوالي ربع كيلو فراخ، اكتر من ربع بشويه. وبصلايه متوسطه وفلفل. هنعصج ده كله في قلب الحله كده يا حبايب قلبي. وبعد ما نعصجهم تعالوا بقى نشوف العجينه هتبقى خمره معانا، نبقى جاهزين على الحشوه نحشي. بس تبرد، بس الخلطه العسل دي تبرد، حشوه الفراخ تبرد، ما نحطهاش وهي سخنه في جوه العجينه. هنستنى اما تبرد وبعد كده هنحشيها معاكم. الكاليزوني ده جربوه يا حبايبي هيعجبكم قوي. يتاكل جنب بطاطس متحمره، يتاكل جنب اي حاجه للعشاء خفيف، حاجه خفيفه كده حلوه. تمام. حسب ما انتوا بتحبوا تاكلوه جنب ايه. تمام. هنا بقى نعصج الفراخ. حطينا الفراخ، حطينا معلقه سمنه وضفنا الفراخ، سمنه بلدي او اي نوع سمنه عندكم، ممكن معلقه زيت وشويه فلفل اسود صغيرين خالص. انا كده كده حاطه فلفل، والبصله هحطها والطماطم حبيب قلبي. وهنقلب كده وهنحط كمان الفلفل، وهنسيبهم يتعصجوا شويه كده على النار زي ما انتم شايفين كده يا حبيب قهوه. بسم الله ما شاء الله. هنقلب بس على النار لحد ما تتعصج، ونحط البهارات العسل بتاعتنا ديت. البهارات عباره عن ايه؟ كركم، بابريكا، ملح، كمون، فلفل اسود، شطه. بصوا العجينه بقى، بصوا العجينه عامله ازاي. بصوا العجينه، العجينه بصوا اختمرت، ملت. بصوا اللهم صل على النبي. ليه؟ عشان الحاجه صح والخميره شغاله معايا. هقطعها قطع كبيره كده يعني، هقطع حوالي 6 قطع. الكيلو 6 قطع كبار. تمام. ممكن تقدروا تصغروا شويه. تمام. ممكن تعملوا الكيلو 8، فانا عاملاها كبيره. تمام. عملت الكيلو 6 قطع. بصوا اهي. هنغطيها في كيسه كده ونشيلها على جنب تختمر شويه صغيره كمان. وبعد ما نقطعها هنفردها زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، وهنحط جواها الحشوه. صليتوا على النبي، اللهم صل على الحبيب النبي محمد. هنفرد بقى العجينه بايدينا او بالنشابه، اي حاجه. هي العجينه كده كده مش محتاجه نشابه، النشابه هنستغنى عنها، نقدر نستغنى عنها. ولو عندكم طبق، اي طبق ممكن تكون صغير ممكن يكون كبير، هتعلمه وهتقطعه بالسكينه. انا هنا ما عملتش بالطبق الصراحه لانها العجينه مش ساويه معايا وجميله. بصوا سمك العجينه. انا ما قطعتش بالطبق ده، انا بقول لكم بس تحطوا الطبق كده وتحزوا بالسكينه وتقطعوا. وبعد كده افرد واحده تانية معاكم. بصوا اهوت. هنحط الحشوه بقى. انا بوريكم نحط الطبق ونقطع. اه. شايفين؟
معانا هنا الحشوه بقى. انا ما قطعتش عشان كانت الدايره مش ساويه معايا. وهنحط الحشوه في الجنب ونجيب الجنب التاني عليها، وبظهر الشوكه عشان ما تفكش معانا ضغطت بظهر الشوكه كده كده كده، وعملت فتحات في النص كده بالشوكه عشان ما تتنفخش معانا جامد، تبقى حلوه زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. وحطيناها في الصينيه مدهونه ودخلناها الفرن. شويه حبه البركه شويه سمسم، تطلع معانا زي العسل ما تشوفوها في اخر الفيديو. بصوا يا حبايب قلبي، العجينه عامله ازاي. العجينه عسل، ملمسها والله جميل. واللبن البودره في المعجنات حلو برضك، يعني اللبن البودره بيخلي المعجنات حلوه، سواء فين وسواء اي حاجه بتبقى جميله معانا. حطينا الحشوه في الجنب مش في النص، وهنجيب الطرف على الطرف كده، وهنضغط بطرف الشوكه، وهنخرمها كده بالشوكه من فوق. معانا مادة دهن الصينيه، ماده دهنيه معايا، وهندخلها الفرن. وهنشغل من تحت وبعد كده نشغل من فوق، وهنحط عليها سمسم او حبه البركه، يعني اختياري، يعني حاجه كده ايه. اه تطلع معانا. بصوا يا حبايب قلبي جميله جدا، لسه طالعه من الفرن سخنه. بصوا بقى، اللهم صل على حشوه الفراخ فيها جميله. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الدعم للقناه واعملوا لايك. وهنرش بشويه ميه بالبخاخه عشان الميه دي بتخليها طريه، واي فوطه نضيفه هنغطيها. بصوا الحشوه عسل، بسم الله ما شاء الله. دمتم في رعايه الله يا حبيبي.